يا مساء الخير اخواتي بقى، ازيكم عاملين ايه؟ واحلى على الاحلى. وصلوا كده على النبي قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده. دلوقتي طلب مني اتنين سموزي بلو بيري، تعالوا كده ما نعملهم مع بعض ونشوف بيتعملوا ازاي. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا وهننزل كده بكوبايتين تلج من التلج اللي عندنا في البيت. كوبايتين تلج يكونوا كبار كده. بعد ما حطينا التلج في الخلاط هنقوم نازلين على كل كوبايه 30 ملي من الفليفر التوت، او لو عندنا توت فريش ممكن نحط برضو من التوت الفريش حسب ما احنا عايزين الكميه يعني. تمام قوي، بس اهم حاجه الكميه ما تخطيش التلج. بعد كده هنقوم حاطين السكر، والسكر هيبقى حسب الرغبه. تمام قوي. بعد كده هنقوم جايبين الميه بتاعتنا وهنحط على كل كوبايه تلج نص كوبايه ميه، او اقل من نص كوبايه ميه. بعد كده نقوم حاطينهم في الخلاط ونسيبهم يتضربوا لمده 20 ثانيه علشان خاطر يتهرى كده معانا ويعمل لنا الاتنين سموزي بلو بيري اللي هو بتاع الكافيهات. وهنعمله في البيت كمان احلى من الكافيهات، واحلى على الاحلى بقى. بعد كده اهو زي ما انتم شايفين، بعد ما اتضرب خالص اهو زي ما انتم شايفينه، هنقوم جايبين الكوبايتين بتاعتنا وهنقوم كده مجرنشين الكوبايه، مزوقينها كده من بره بصوص التوت. لو ما فيش عندنا التوت اللي هو البلو بيري ده، ممكن زي ما انا قلت لكم نستخدم التوت اللي هو الفريش العادي، ومش مشكله جرنش يعني الكوبايه. بعد كده نقوم نازلين بالسموزي، وزي ما انتم شايفين نازل اهو مهري. وده السموزي بتاع الكافيهات وهنعمله في البيت وهيكون احلى ان شاء الله. طبعا البلو بيري كل الاطفال بتحبه والكبار كمان بيحبوه. مشروب مطلوب عندي كل شويه بيطلب مني وبكميات رهيبه يعني. وبعد كده نقوم جايبين كده ونازلين بشويه صوص بلو بيري علشان يطعمهم كده معانا. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشتركوا بسرعه، وما تنسوش اللايك بتاعكم اللي بيزيدني شرف. وبس خلاص.